السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل صينية بطاطس، بس انا يعني حطيت الاول البتاعة دي على النار، الصينية على النار، علشان انا هعمل لها حتت فراخ. يعني انا هتبل الاول الفراخ في البطاطس، فلازم اديها تشويحة قبل ما احطها ني في ني، عشان مش هينفع احطها ني في ني. فهنا كده هنحط بقى حبة زيت، هستنى بس لما يسخن شوية عشان خاطر انزل فيه قطع الفراخ. وهو كده زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يسخن معايا. ربع كيلو من صدور الفراخ، دي حاجة يعني بتطعم البطاطس. وهو كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا اول حاجة بنزل بيها حبة فلفل اسمر علشان بس الزفارة. وهو كده زي ما انتم شايفين بدأت بقى ان هي تاخد لون. روحي ادم شيلي فيش في الصبر. طبعا انا مش بعملها كده، يعني دي طريقة مختلفة، انا اول مرة اعملها، بس قلت برضو اعملها معاكم ونجربها يعني. كده بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين اهي بدأت ان هي تاخد لون، وخلاص بدأت برضو تستوي معايا. بقى بصلاية كده متقطعة شرايح هنزل بيها. على فكرة هتطلع صينية بطاطس عسل، جربوها بالطريقة ديت وان شاء الله انا يعني واثقه ان هي هتطلع حلوه. يعني انا واثقه انا اول مره اجربها على فكره كده. انا بعملها ني في ني، بس انا كنت بعمل فيها يعني الفراخ اللي هي مثلا وراك وكده، لكن اول مره ان انا اعمل في ايه يا حبيبي، اول مره اعمل القطع دي فيها، فقلت اجربها يعني. هنسيبها برضو تاخد تشويحه، وهحط لها حبه ملح كده تدبل شويه. نزلنا كده بحبه ملح، عبال بقى ما تاخد كده تشويحه مع البصله، والبصله تاخد لون وتدبل شويه. هكون انا قطعت الطماطم برضو شرايح زي البصله كده، وهرجع لكم تاني. يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي البصله بدات ان هي تدبل. هنزل بقى كده بالبطاطس عشان تاخد بقى من طعم البصل والفراخ كده. اهي معايا كيلو بطاطس اهو. هننزل بقى كده عشان يبقى كله بقى ني في ني. قطعت هنا نص قرن فلفل عشان هو حامي شويه، فقلت يعني اقطع نص بس كفايه. كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش هحط ميه لان الطماطم هتنزل ميتها، هغطيها طبعا عشان ايه الطماطم هتنزل ميتها كده كده. هنا بقى هنتبلها. الكاري دوت يا جماعه انا بحبه قوي في الاكل، وبحب ريحته وطعمه. بحب احط منه كمان في البطاطس.
هنحط كمان شويه فلفل اسمر، واجي رشه من الكمون، رشه بسيطه عشان ما تمررش البطاطس معاكي. ادي حبه بابريكا عشان تدي برضو حمار. واخر حاجه بقى هنزل بيها بهارات الفراخ، برضو بحب احط بهارات فراخ تدي طعم حلو قوي. في نفس الوقت ما بكترش، يعني اللي هو ايه يعني كده على القد كده. طبعا بقى هغطيها بقى عشان تاخد وتدي بشكل ودي وهتطلع بقى صينيه بطاطس ان شاء الله، هتطلع زي العسل. هغطيها بقى دلوقتي كده وهوطي عليها النار عشان تنزل ميتها وتطلع معانا بقى زبده كده. بس الاول هنحط معلقه سمنه اهو يا جماعه. جبنا كده بقى معلقه سمنه روابي اللي هي البيضه دي، بتبقى جميله قوي. اي سمنه عندك، مش لازم عندك بقى عندك فلاحي حطي، عندك روابي، عندك كريستال، كل بيدي طعم جميل قوي للاكل اهو كده. لو انتي حاسه ان هي اللهم صل على النبي بتنشف شويه الطماطم مثلا قليله او كده، حطي حبه ميه زي ما انا هعمل دلوقتي دي كده مطرح الطماطم او كده، شويه ميه صغيرين مش كتير. وهنجيب بقى الغطا وهنعمل كده، وخليكم بقى معايا ان شاء الله لحد ما نشوف اخر البطاطس. وهصور بس هصور هعمل بس الرز برضو معاكم، خليكم معايا. وهنا كده بقى يا جماعه هبتدي ان انا اعمل بقى الرز اهو. حطيت بقى حبه زيت وهحط برضو حته سمنه اهو كده زي ما انتم شايفين. حطيت حته سمنه هو هتيجي جنبها عشان سخنه. اوف اوفه. هنسيبها بقى يا جماعه تتحمر كده وارجع لكم بعد ما تتحمر. وكده يا جماعه بقى الشعريه خدت لون اهي زي ما انتم شايفين. بحبها اللون دوت قوي عشان خاطر ما تبقاش يعني غامقه قوي. وطبعا هنا غاسله الرز وكنت يعني مصفياه بس برضو نزل ميه اهو كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا مسخنه الرز ميه، هسخنه ميه في البراد عشان خاطر يستوي على طول، وفي نفس الوقت يعني ما يبقاش حبايه وحبايه منك كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنحط الملح وخلاص. الميه هي في البراد بتغلي.
اهو كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. بنشوحه الاول كده عشان خاطر اول ما الميه تنزل عليه يغلي على طول. لو عندك عزومه بقى وكده ومستعجله يعني على الاكل، بتعملي كده، تسخني ميه للرز وتخليها تغلي قوي عشان خاطر اول ما تحطيها الرز يغلي بسرعه. في نفس الوقت لازم تبقي مشوحه الرز برضه. كده خلاص يا جماعه الميه غلت اهيت. هناخد بقى كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين اهو كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنوطي عليه. ايه يا حبيبي؟ لسه بقى عايز ميه تاني لان ده الرز اللي هو زي الفلبيني بالظبط، حبايته طويله فبيحتاج ميه بزياده. فاهو كده هندوق الملح. عايز حبه ملح لسه اهو كده. لو كان عندي بقى مرقايه كنت احطها في الوقت ده، كانت هتدي طعم الرز جميل قوي، بس للاسف ما عنديش. وهنا بقى كده هوطي خالص خالص عليه وهغطيه وارجع لكم بقى تاني بعد ما الاكل يستوى كله واوريهولكم في الاخر. يا جماعه زي ما انتم شايفين ادي شويه الرز، شايفين الرز مفلفل ازاي. هناخد كده زي ما انتم شايفين رز مفلفل. وادي معانا صينيه البطاطس اهي طلعت زي السكر. وهشوفكم بقى في يوم جديد وفيديو جديد، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. اشوفكم في رعايه الله ومع السلامه.